3 حكايات في المتحف المصري الكبير. لو سمعتهم صح هتفهم إن الحجر ساعات بيتنفس. تعال وأنا أحكي لك عن أشهر تمثال في المتحف، مش لملك ولا إله، ده للكاتب اللي بيوثق حياة الملوك وأسرارهم. هو اللي كتب التاريخ بإيديه، ولحد النهاردة محدش عارف مين هو بالظبط. اسمه ضاع، وفضل وشه يحكي مكانه. عينه معمولة من الكوارتز. لما تروح هناك بص في عينيه كويس، هتحس إنه بيتابعك بنظرة كأن بينك وبينه حوار من غير كلام. لكن لما تسيب القاعة وتكمل، هتوصل عند حكاية ست وجودها نفسه لغز ما تحلش لحد النهاردة. أم الملك خوفو. لقوا مقبرتها جنب الهرم، ولما العلماء فتحوا التابوت اتصدموا. النعش كان مقفول بختمها الملكي، لكن فاضي، مفيش موميا ولا أثر، بس حواليه سرير مطعم بالذهب، وكراسي عرش محفور عليها اسمها، وصناديق مجوهرات مليانة كنوز، وأجملهم قلادة من ذهب ولازورد وعقيق، وفي قلبها عين حورس. اوعى تنسى تشوف المجوهرات. في ناس بتقول إن روحها مش راحت، بس هي غيرت المكان وسابت الحجر يحكي بدلها. لكن الأغرب في المكان كله تمثال الملك خوفو، الملك اللي بنى الهرم الأكبر، لكن تمثاله هو أصغر تمثال ملك اتعمل في مصر القديمة. تمثال طوله 75 سنتي، مصنوع من العاج، دقته تخليك تشك إن اللي نحته إنسان. ملامحه صغيرة، لكنه قاعد على العرش بكبرياء ملوك الأرض. بيقولوا إن التمثال ده هو الوحيد اللي اتأكدوا إن بيمثل خوفو فعلا. يعني تمثال واحد لملك بنى أعظم أثر في العالم. الغريب إن لحد النهاردة محدش عارف كان التمثال فين بالظبط في المعبد الأصلي بتاعه، كأنه هو كمان حب يعيش غامض زي هرمه. الكاتب الجالس علمنا إن الحروف ممكن تخلد أصحابها، وأم خوفو سابت فراغ في تابوتها، لكن عمرها ما سابت مكانها في التاريخ. وخوفو نفسه اختار يسيب تمثاله أصغر من هرمه، كأنه بيقول العظمة مش في الحجم، العظمة في الأثر. لو عجبتك الحكاية قولي في الكومنتات احكي يا نونا، عشان الحكاية لسه مخلصتش، لأن جنب التمثال مدفون سر عمره آلاف السنين، أسطورة سفينة خوفو.